بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. عايز اتكلم مع حضراتكم عن موضوع كأس السوبر الافريقي، المسابقة الجديدة اللي هتكون برعاية الكاف، الاتحاد الافريقي. الكلام كله كان الفترة الماضية ان هيبقى بمشاركة 24 فريق الاعلى في التصنيف، والقصة دي كلها خلاص الموضوع ده اتلغى من الاتحاد الافريقي لاسباب بقى مالية واسباب تانية لسه ما اعلنوش عنها بالظبط. لكن الكلام اللي اعلن عنه انه خلاص كأس السوبر الافريقي هيكون بمشاركة 8 فرق بس، يبقى نزل من 24 فريق ل 8 فرق بس. لكن لسه سكرتارية الاتحاد الافريقي ما اعلنتش بالظبط اللوائح اللي هتنظم البطولة والاسس اللي هيتم عليها بقى اختيار الاندية المشاركة في بطولة كأس السوبر الافريقي اللي هتنظم بقى للمرة الاولى. يعني شكل المسابقة هيبقى عامل ازاي لسه طبعا. سببت ازمة كبيرة جدا هنا في مصر. ليه؟ لان النادي الاهلي هو النادي رقم واحد في افريقيا في التصنيف. نادي الزمالك اخر سنتين او اخر موسمين هو بطل الدوري المصري. كتير جدا من اعلامي قنوات نادي الزمالك بتتكلم ان نادي الزمالك كان هو اللي ليه الاحقية في المشاركة في مثل هذه البطولة. اللي عايز اقوله ان الاتحاد الافريقي اكيد هيكون من ضمن اختياراته الاعلى في التصنيف. لازم تتوفر شروط في الانديه اللي هتكون موجوده، اللي هم الثمان انديه. طبعا حته الملاعب والسعه الجماهيريه وجماهيريه الانديه، الموضوع ده هتكون فيه ازمه كبيره جدا، لاننا هنشوفه نادي زي نادي الرجاء المغربي ونادي الوداد المغربي. نادي الوداد المغربي هو الاعلى في التصنيف، فنادي الرجاء المغربي هيبقى خارج البطوله. كذلك مثلا في تونس هنشوف برضو نادي زي نادي الصفاقس التونسي او نادي النجم الساحلي التونسي. الانديه دي كمان يعني اكيد نفسها كانت تشارك في البطوله، لكن نادي الترجي التونسي هو نادي الاعلى في التصنيف بالنسبه للاتحاد الافريقي. ايضا في مصر النادي الاهلي هو النادي رقم واحد في التصنيف على مستوى القاره الافريقيه. ووصيف البطوله الماضيه هتبقى طبعا النادي الاهلي هو النادي الاكثر جماهيريه في الوطن العربي كله. نادي الزمالك طبعا نادي برضو جماهيريه كبيره، والبطوله ستفقد مثل هذه الانديه زي نادي الزمالك ونادي الرجاء والانديه اللي احنا قلنا عليها التونسيه والعديد من الانديه الاخرى. لسه بقى هنشوف الاتحاد الافريقي هيحل لنا المساله دي ازاي، والثمان فرق هيشاركوا بناء على ايه. لكن زي ما قلنا اكيد اللي هيكون التصنيف الفرق دي هيكون هو العامل الاساسي، والجماهيريه بقى وسعه امتلاء الملاعب والامكانيات الانديه دي لاستضافه مثل هذه المباريات الكبيره. لان الاتحاد الافريقي عايز يعمل مسابقه وبطوله كبيره ممكن تبقى السنه القادمه ان شاء الله ابتداء من اغسطس القادم. هتكون يعني اكنها نسخه مصغره كده، يعني وكأن الاتحاد الافريقي هيعمل لنا نسخه من 8 فرق، هي نسخه اولى وتجربه اولى لبطوله كاس السوبر الافريقي برعايه طبعا اكبر فرق في القاره الافريقيه، زي برضو نادي صن داونز الجنوب افريقي، نادي طبعا زي نادي شبيبه القبائل الجزائري. على الرغم ان نادي شباب بلوزداد هو النادي اللي اخذ الدوري الجزائري في السنتين الماضيتين. لكن تصنيف الانديه الاعلى اكيد هي اللي هتكون مشاركه في مثل هذه البطوله. نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك طبعا زعلان جدا، وطالع بيتكلم على ان نادي الزمالك كان هو الاحق وهو بطل الدوري المصري لموسمين على التوالي، واول بطوله لكاس عالم انديه ايضا كانت المفروض نادي الزمالك يشارك فيها، لكن للاسف اتلغت وما شاركش فيها نادي الزمالك. فبرضه النادي الاهلي مشاركته في كاس العالم للانديه سببت ازمه كبيره جدا لاعلام نادي الزمالك للاسف، اللي بعض منهم اللي هنقول بعض منهم مش فاهم وبيتكلم على قناه نادي الزمالك ان نادي الزمالك كان هو الاحق بالمشاركه في كاس العالم للانديه، بما انها هتقام في دوله المغرب، و البلد المستضيف او النادي المستضيف هيكون البطوله هو نادي الوداد المغربي، بالتالي فما ينفعش فريقين من نفس البلد في البطوله. فكان وصيف بطوله دوري ابطال افريقيا للنسخه الماضيه هو المشارك، وده بناء على اللوائح اللي بتنظمها الفيفا والاتحاد الافريقي. للاسف بعض من الاعلاميين وخصوصا اللي موجودين على الشاشات بيتكلم في ان هو نادي الزمالك كان الاحق، ونادي الزمالك صاحب 2 بطوله دوري مصري متتاليتين. للاسف المفروض ان نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك يكونوا اكثر الداعمين لنادي الاهلي، بما ان نادي الزمالك هو شعاره نادي الوطنيه والكرامه. دي حاجه على فكره كويسه جدا ان شعارك بيقول الوطنيه والكرامه. فكان الافضل ان مثل هؤلاء الاعلاميين ان هم كانوا شويه يدعموا فكره ان النادي الاهلي يدعموه في بطوله كاس العالم للانديه. لكن للاسف دايما اعلام نادي الزمالك بيخرج عن السياق
وبيثير الجماهير الزملكاويه وبيزيد عمليه التعصب في الجماهير الكره المصريه، النادي الاهلي هيشارك في البطوله. ايه المشكله؟ ان النادي الاهلي يشارك في البطوله بالنسبه لاعلام الزمالك للاسف مشكله كبيره جدا لاعلام الزمالك، وبيصدر هذه المشكله بالتالي الى الجماهير المصريه اللي للاسف بقت في حاله من التعصب. لا بالعكس، كان المفروض ان يعني اعلام نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك اول ناس تكون داعمه للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، بما انه هو بيمثل مصر واسم مصر وعلم مصر في البطولات الكبرى. ودايما والحمد لله تعالى النادي الاهلي هو اللي مشرف الكره المصريه. بنشوف اخفاقات كبيره جدا للمنتخب المصري، شفنا كاس العالم وما يدور في كاس العالم، والمنتخب المغربي ادى بطوله عظيمه في كاس العالم، وللاسف المنتخب المصري خارج البطوله تماما وخارج التصنيفات تماما وبعد تماما عن المنافسه. لكن النادي الاهلي هو دلوقتي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الكره المصريه اللي لسه بتفرحنا. كل التوفيق للنادي الاهلي في البطوله. الحاجه السريعه اللي هتكلم عليها اصابه اكرم توفيق. للاسف الكبير فقد النادي الاهلي وفقد المنتخب المصري اكرم توفيق لفتره لن تكون قصيره، على الاقل 7 أو 8 شهور. اصابه في الرباط الصليبي لاكرم توفيق هتبعده تماما عن النادي الاهلي والمنتخب المصري للاسف اللي كان في حاجه ليه في الفتره الجايه. اتمنى الشفاء العاجل لاكرم توفيق والعوده سريعه. احد اللاعبين الرجال في النادي الاهلي والمنتخب المصري، لسه صغير اكرم، وان شاء الله ترجع للنادي الاهلي مره ثانيه في اسرع وقت ممكن وللمنتخب المصري. في النهايه لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك للفيديو، ولو اول مره تدخل يا ريت تشترك في القناه لمزيد من الفيديوهات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.